ولكن بعد اسابيع الخدمه اللي لقيت سدات بلا حتى شي انذار. الفلوس اللي جمعت وليت تنحس بلي تيتسالف شي حوايج خاويه. شديت الكتاب كتبت فيه بغيت نلقى خدمه جديده، ولكن قبل ما نلقى خدمه جديده تنتفاجئ باللي مول الدار اللي كاري ليا علمني باللي خاصني نخرج من دارو بحكم عنده الغرض بها. انا حليت الكتاب باش يلقى لي شي دار نكريها، لقيت مكتوب فيها ما يمكنش تعيشي بلا بيا، الا بغيتيني نعاونك خصك تخلصي. فصلت على الشاب لاحظ التغييرات اللي ولات واقعه ليا، قال لي هادشي اللي كنت خايف منه، الكتاب دابا بدا تينتقم. قلت لي انا ما بغيتش والو، انا خايفه خفت الكتاب يقتلني. هنا قال لي خصنا نقلبوا الخطه ونديروا امنيه تعجب الكتاب، وحنا تنقلبوا على شي طريقه باش نتخلصوا منه. هنا بدينا بجوجنا تنتعاونوا نجمعوا الفلوس. الدري وراني كيفاش نخدم فريلانس. انا طلبت من الكتاب يرد لي العلاقه مع الناس اللي خدمت معاهم مزيان بلا طمع. في نفس الوقت وليت انا وياه تنقلبوا على كتب السحر وكيفاش ممكن نحيدوا تاثير الكتاب نهائيا، ولكن هادشي صعيب. هنا كنت انا والشاب تنتسالوا في شوارع فرنسا تندويو على مستقبلنا. كنت وافقت نسافر انا وياه في الترام في مدينه اخرى. هنا سولتو شنو السبب اللي خلاك تختارني نكون صديقتك. جاوبني هاد السؤال غريب خاوله. عندك طريقه في التعامل مع الناس اللي كتخلي اي واحد مرتاح قدام. انا ضحكت وانا حشمانه، قلت لي ما كنتش كنظن كتشوفني بهاد الطريقه. قال لي انت كتر من داكشي، انت عندك طريقه اللي تتجمع ما بين الذكاء والهدوء، وهادشي ماشي ساهل باش نلقاه. جاوبتو راك كتحشمني بهاد الطريقه باش كدوي، كنحس براسي بحال شي نجمه في شي فيلم. قال لي الا كان شي فيلم فيه البطله بحالك اكيد غادي يكون ناجح. هنا جاوبتو ما عرفتش واش نضيقك ولا لا، ما عرفتش كيفاش ديما كتعرف توصل كلامك بطريقه تخلي الواحد كيفكر. فاش قربنا لواحد المحل ديال الحوايج شي واحد كيعيط، والشاب جا الصوت ديالو وكملنا طريقنا. هنا وقفوه البوليس وطلبوا منه البطاقه الوطنيه ويجبد الباسبور. هنا البوليس قال ليه اسمح لي على الازعاج ولكن عندنا البلاغ بخصوصك. هنا الشاب تفاجأ، جاوبوا انا ما عنديش حتى شي مشكله قانونيه. البوليس يجبد واحد الورقه فيها حساب بنكي بسميتو كيتورط في عمليه النصب الالكتروني. قالوا ليه بغيناك تمشي معنا باش نتحققوا. فاش وصلنا لمركز الشرطه البوليس سولو شحال المده اللي كنتي خدام. جاوبوا الشاب انا عمرني فتحت شي حساب بنكي اللي كتهضر عليه، انا ما عنديش شي معلومات عليه. هنا جابوا واحد الملف فيه التصويره وتحويلات الفلوس مسجله بسميتو. هنا انا وياه حسينا بلي الكتاب اللي ورطو في هادشي، وحسيت الامور كتزيد تعقد. بعد هادشي اللي وقع عرفت بلي الشاب غادي يغبروه بشي 5 سنين الحبس، ما نقدرش على فراقو. بقيت تنبكي اول مره حسيت بلي تنبغي الشاب. خرجت مشيت للدار هزيت الكتاب وقلت ليه الا كان الكتاب هو المشكله يكون هو الحل. حليت الكتاب لقيت مكتوب فيه الرجوع ديالك كمتوقع، شنو بغيتي دابا؟ قلت ليه بغيتك تنقذ الشاب، بغيتك توقف عليه هذا الانتقام اللي كدير به. سولني الكتاب شنو هو المقابل، قلت ليه اي حاجه غا حبس هادشي. بقيت نبكي اول مره حسيت بلي تنبغي الشاب. هنا بعد ساعتين خرج وجا عندي ديريكت للدار، جا لقاني جالسه حتى الكتاب وتنبكي. هنا شاف فيا وقال لي واش طلبتي من الكتاب يعتقني. انا ما حسيتش براسي تنقصو وقلت ليه كنت تخليني بوحدي راني كنبغيك. هنا شاف فيا بعينيه ما توقعش مني هذا الاعتراف، قال لي انا كنبغيك ولكن خايف عليك اكثر من راسي، وهذا الكتاب غادي يحاول يفرقنا باي طريقه، ولكن انا معاك اخاوله. قلت لي ما نقدرش نشوفك كتعاني بلا ما ندير شي حاجه. هنا الشاب يلاه بغى يدوي، قلت لي عارف كتقول لي الكتاب يطلب مني المقابل، ماشي مشكل خلينا متعايشين معاه، راسل دابا مازال ما طلبش مني شي حاجه، خليك متفائل خير. هنا جلس الشاب دخل الكوزينه شد قهوه تيشوف لتحت. انا قلت لي شوف لي في عيني مالك شنو كاين، واش الكتاب دار لك شي حاجه؟ قال لي الكتاب تيعيش على نقطه الضعف ديالنا وحنا حبنا هو نقطه الضعف ديالنا. انا قلت لي انا حاسه شي حاجه مخبيه عليا تتعرفها على الكتاب. هنا قال لي الكتاب ماشي اول مره كيدخل لحياتي، انا عرفت هذا الكتاب وانا صغير مع والديا كانوا هما السبب. انا تصدمت وقلت لي شنو وقع. انا تدوي معايا بواحد النبره عامره الام. قال لي كان عندنا مكتبه في الدار، الاب ديالي كيعشق الكتب القدام وكيجيبهم من بلايص مختلفه. واحد النهار جاب هذا الكتاب وقال للوالده ديالي انه تيحقق الامنيات. في الاول كان كلشي زوين، طلبوا الصحه والنجاح وولادنا الفلوس، ولكن الكتاب بدا كيعقد الامور تدريجيا. سولته شنو وقع، طلبوا والديا باش يديروا مشروع كبير ودار داك المشروع ونجح، ولكن الكتاب بدا كيتحكم في حياتهم، بداو تيتخاصموا الفلوس تمشي غا في الخاو. واحد النهار الاب ديالي بغى يحيد عليه هذا الكتاب ولكن الكتاب انتقم منه. سولته انا شنو وقع لوالديك، جاوبني الاب ديالي اختفى بلا اثر الى يومنا هذا. الوالده مرضات مرض الخيب قبل ما تموت وصاتني ما نقربش لهذا الكتاب، راه فيه الشر تيقتل. ولكن بعد مده رجع الكتاب عندي بلا ما نعرف كيفاش، وانا قررت ما نستعملوش حتى اليوم اللي لقيتك فيه.
ما بغيتش نقول لك هادشي من الاول حيت ما بغيتكش تخافي، ولكن دابا خاصك تعرفي الحقيقه كيفاش كيعيشها. الحاجه اللي كنحبو كل ما تعلقنا مع بعضنا غادي يزيد يتحكم فينا. حنا هما نقطه الضعف. قلت لي علاش ما قلتيليش هادشي من الاول؟ قال لي خفت ما بغيتش نخسرك. انا اتفقت انا وياه ندويو مع الكتاب. انا سكت واحد اللحظه وحطينا كتاب فوق الطبله. الكتاب بوحدو تحل وبداو الوراق تيدوزو توقفات في واحد الصفحه مكتوب فيها: واش يتحابكم ان الحب كافي باش تخلصوا مني؟ واش خولة اديتك؟ جاوبات نشم ريحه الخوف ديالكم. قلت ليه بغيت نسولك الكتاب 3 الاسئله وجاوبني بصراحه. واش والديا غادي يتاذاو؟ انا الكتاب تحل بوحدو وبقاو الوراق تيدوزو توقفات في واحد الصفحه مكتوب فيها: والديك مازال في امان، ولكن اذا استمريتي في المحاوله التحدي ديالي غادي يكونوا في خطر. انا سولتو علاش انا ما بين الناس كامل ما عمرك اذيتيني. هنا جاوبني: انت حاجه خاصه وانا كنعرف اكثر من راسك. درت في الشاب مستغربه. قلت ليه اش بغا يقصد؟ هنا قال الشاب: واقيلا الكتاب كيشوف شي حاجه حنا ما عارفينهاش. انا قلت ليه: علاش اذيتي الشاب؟ علاش هو بالضبط؟ الكتاب جاوبني باللي الشاب كان عارف الخطوره ديالي ولكن قرر يقاومني، ولكن غاتي خربق. انا قوي اكثر من داكشي تتخيلوا. هنا قلت ليه: عافاك ما تقيش والديا والشاب، نديروا اي حاجه بغيتيها غير شدنا للطريق. هنا الكتاب كتب لي: كلشي اللي وقع لك مؤخرا، من نجاح في الجامعه حتى من عتقت الحب بقلبك من البوليس، انا السبب. وانا مستعد نبقى نعاونك، ولكن خاصك تعادي معايا انك تخدميني وانا نحميك ونحمي اللي عزاز عليك. الشاب دابا غير فخ في الكتاب، بغى يدخلك العالم باش يبدا يتحكم فيه. الكتاب كتب: الشاب الا كنت باغي نتحكم فيها علاش عتقتك من البوليس؟ كون دابا راه شادينك شابه حبس. انا شفت في الشاب وقلت ليه: بصح هو خلاهم يطلقوك. الشاب هنا قال لي: بصح ولكن الكتاب كيعرف يلعب على النقطه الضعف ديالنا. هنا انا والشاب بدينا تنشوفوه في الكتاب، بدات تبان فيه شي كلمات جديده مكتوبه بجلد ديال شي ميت. مكتوبه في الكتاب: هناك كتاب اخر لكنه ليس كاي كتاب، انه مرتبط بي ومرتبط بكم وعليكم ان تحضروه. انا شفت في الكتاب وقلت: علاش وقلبي تيضرب؟ هي تظهر كلمه جديده في الكتاب تقول: لان صاحب ذلك الكتاب سيموت قريبا، وان لم تحضرا سابدا باخذ اقرب الناس اليكم. هنا الشاب قال لي: خاول اللعب هاد الكتاب بدات وكيقصد باللي غادي يقتل اقرب الناس منا. هنا الكتاب بدا تيتقلبوا فيه الصفحات بالزربه. لقيت وقف في واحد الصفحه مكتوب فيها: اول شخص سيختفي سيكون شخص تحبه خاوله. هنا عيني وسعوا بالصدمه، ودي بداو تيرجفوا. وقال لي الشاب: هادشي ما يمكنش. هنا صونا لي التليفون، فاش هزيتو نشوف شكون تيصوني لقيت الوالده. قلت: ماشي وقيت الصونيت هذا؟ هزيت التليفون قلت: الو. صوت ضعيف قال لي: الوقت تيدوز، اما تحضري كتاب لا ماما كتختفي. وطفى التليفون. هنا بديت نغوت بهستيريا. الشاب تيحاول يكالميني وتيقول لي: خاوله تهدني، خاوله شوفي في عيني انا معاك، مازال ما وقع والو لماما. حنا لقاو الكتاب مسحي دموعك. هنا قلت ليه بلاتي نصوني الوالده. صونيت ليها جاوبتني عادي. مورا قال لي الشاب: صافي تهدنتي، الكتاب دابا غادي يحضرك مازال ما درت حتى حاجه. انا سولتو داك الشاب: كيفاش نلقاو الكتاب؟ فين غادي نعرفو فين كاين؟ جاوبني قال لي: غادي نطلب الكتاب. انا حط يدي على الكتاب قال لي: تتامرنا نجيبو الكتاب، ورينا فين نلقاوه. هنا صفحات الكتاب بدات تقلب بالزربه وقفات في واحد الصفحه جديده فيها خريطه المدينه قديمه، فيها علامه حمراء تتحدد موقع الكتاب. فوق ديك العلامه مكتوبه: كتاب. توكلنا على الله ومشينا متبعين فين غادا بينا الخريطه. وصلنا لواحد الفيلاج جنوب فرنسا. حنا دابا فوق واحد الجبل تيبان لينا واحد الفيلاج فيه ديور قلال يكونوا عايشين فيها تقريبا شي 200 واحد، والخريطه تتحدد لينا فين كاين الكتاب. فاش نزلنا ليها درتنا الخريطه لواحد الدار قديمه تتبان بحال مهجوره. هنا الشاب قال لي: خاوله راه الحميد تشوك لهاد البلاصه، واش متاكد غندخلو؟ حنا دابا حدا الباب ومصنوع من الخشب ودقينا حتى واحد ما تيجاوب. هنا دفع الباب لقيتو محلول. دخلنا الضو ضعيف وسط الدار لقينا الغبره بزاف والدار ما منظماش، تتبان بحال ما كاينش شي واحد ساكنه. هنا الطابق الاول ما فيه حتى حاجه حيت خاوي. هنا هزيت عيني بغيت نطلع انا والشاب الطابق الثاني. تتبان لينا في الدروج الفوق واحد المراه كبيره تتشوف جهتنا بواحد العينين عامرين تجاعيد. قالت لينا: ما توقعش شي زوار، ولكن بلي نتوما هنا اش تيعني بلي تتقلبوا على شي حاجه. هنا جاوبتها قلت لها: لا، غا كنا غاديين في هاد الطريق وشفنا هاد الدار. هنا المراه جاوبتني وهي تضحك بصوت ضعيف. قالت لي: ما تحتاجيش تكذبي عليا خاوله، انت والشاب هنا على قبل الكتاب. هنا تجمدت في بلاصتي. كيفاش هادي عرفات سميتي؟ درت نشوف الشاب لقيتو حتى هو مصدوم. سولتها: كيفاش عرفتي سميتي؟ هنا ما جاوبتنيش وبدات غادا تتمشى، وانا والشاب تابعينها من اللور حتى جلست في واحد الطاوله فوقو كتاب كحل. هنا نطقات هاد المراه كبيره وقالت لي: انا ما عرفتش ولكن هو عارفك.
شفت الشاب وشاف فيا وواحد الساعة شفنا في الكتاب، حسيت بالحميش تشوك. قالت هاد المرة الكبيرة راه ماشي نتوما اللي جيتو للكتاب، هو اللي جابكم. هنا قلت لها علاش غنكذبوا عليك. هنا ضحكات وقالت لي ماشي هاد الكتاب علاش جيتو. هنا بقينا تنشوفو غا في بعضياتنا. هنا هزات يديها ونيشات بصبعها لواحد البيت اخر. الكتاب اللي جيتو عليه راه هو تماك. شديت في يد الشاب وانا مخلعها غادي بشويه لديك البيت. والله واحد تبوليشه واحد الخلعه ربي اللي عالم بها. تيبان لينا راجل جالس على كرسي د الخشب قديم تيتحابنا باللحي. فاش قربنا ليه لقينا مجمد في بلاصتو تيشوف جهه الكتاب ما تيدير حتى حركه، راسو طايح فوق الطبله. الكتاب مفتوح بحال اخر حاجه قراها هي الكتاب قبل ما يموت، ويديه مازال شاده في الكتاب. هنا الشاب قال لي خاول هاد الراجل ميت. هنا سديت فمي بيدي خفت نغوت وتوقع شي حاجه. بديت تنبكي وتنشوف هاد المنظر. المراه الكبيره حسيت بها مورا ظهرنا، قالت لينا تا هو بحالكم جا على ود الكتاب ولكن ما خرجش من هنا بنفس الطريقه اللي دخل بها. هنا جاوبها الشاب باش تقصدي بهضرتك. ضحكات واحد الضحكه غريبه وعينيها ولاو حمرين وشعرها ولا مهزوز للفوق وصحتها تتبان كلها عظام. شافت فيا ودورات وجهها لجهه الشاب وقالت لنا سيروا جلسوا في الطاوله حدا الميت وحطوا الكتب ديالكم. بقيت انا والشاب غا تنشوفوا بعضياتنا وتنشوفوا غاديه ليها، وجلسات وحطات كتابها. انا مشينا جلسنا واحد الساعه الكتوبه ديالنا كاملين بداو تيتحلوا بوحدهم، كاع الوراق تيتحركوا بالزربه وتدفق الدم وسطهم. انا الكتاب ديالي والشاب تيتكتب فيهم بلي الكتاب اللي عند المراه الكبيره هو الاصل. غادي تسلموا الكتب ديالكم حيت هي اللي كانت مفرقه دوك النسخ ديال الكتب. بقيت غا تنشوف الشاب ومخلوعه هو شاد ليا في يدي تيقول لي ما تخافيش انا معاك. بس شد ليا من يدي قال لي يلا نهربوا نخرجوا، وهو شادني من يدي ولكن الدنيا ولات كحله والدار ولات مظلمه والبيبان بحال درتي عليهم شي غلاف. انا تنسمع صوت ديك المراه تتقول لينا غا رجعوا اما عندكم فين تمشيو. بدينا تنقلبوا ما لقيناش منين نخرجوا. رجعنا حيت ما لقيناش شي بلاصه مناش نهربوا كاع. لقينا حاطه كتابها وقالت لنا الاحلام الناس كاع ما تتسالي ولكن العمر ديالكم كيسالي. انا سولتها اش تقصدي بهضرتك. قالت لي بنتي خاوله انت والحب ديالك بقات 5 دقائق وغادي يموتوا جوج الناس وغادي يموتوا جوج، واحد يبقى عايش. ما تنكذبش عليك بنتي. انا تخلعت وبديت تنبكي وشديت يد الشاب وتنقول ليه لا ما بغيتش نموت وتنغوت بواحد الهستيريا. هنا شد ليا في يدو وقال لي ما تخافيش انا ما غادي نطلبوا الكتاب. هنا الكتوبه ديالنا تنقلبوا عليهم فوق ديك الطاوله ما لقيناهمش. لقيت المراه الكبيره مورا ظهر الشاب قربت من ودنو وقالت ليه الكتوبه كلهم كلاهم كتابي والعائله دخاوله ماتوا بلا ما تقولها ليها، اما عائلتك انت شحال هادي قتلتهم. نظر باش يشوف المراه الكبيره باش يتاكد واش هي اللي تدوي. شديت المراه الكبيره طيحتها للارض بديت نضربها وهي تتبتسم ليا في وجهي. نضربها بواحد القوه وواحد الجهد بغيت نقتلها. شويه تنحس بشي واحد حشا فيا موس من الدار. درت نشوف شكون، لقيت الشاب هاز الكتاب وعينيه حمرين تيقول لي اسمحي لي يا خاوله والله ما انا اللي قتلتك سمحي لي يا حياتي. والله الكتاب اللي تيتحكم فيا واحد الساعه تبدل صوصو ودوا شخص اخر وقال حنا اللي تنتحكموا فيه دابا راكي ميته والمصير ديالو غادي يكون بحالك وبحال المراه الكبيره. هنا بان ليا جبد الموس مني وخشاف المراه الكبيره في عنقها وجبدو هو يقابلو معايا وقال لي داك شويه د الروح اللي بقى ليك غنخليك تشاهدي فيها. هنا فاش بقيت نشهد سمعتو قال لي بصوص ماشي صوصو سمحي لي وتنشوف الموس نازل بالعرض الباطئ. ما عرفتش علاش الكتاب اختار الشاب اللي تنبغي هو اللي قتلني، وعلاش الحياه اي حاجه تنختارها وتنبغيها تتخلي ديك الحاجه هي اللي تدمرني. واش ضروري نحيد نضحك لك شويه وفي الاخر تلقى بلي تضحك عليك. انا بغيت نكمل لكم هضرتي ولكن الشاب اللي كنبغي وصل الموصل.